بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. 10 في العشر، سابع هذه الأعمال العظيمة التي يجب أن نحرص عليها في هذه العشر المباركات عبادة عظيمة، ألا وهي عبادة الإنفاق والصدقة والبذل والسخاء في سبيل الله جل وعلا. هذه الأيام هي أيام جود وأيام بذل وأيام رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله جل وعلا يعامل الناس بكرمه سبحانه وتعالى، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. كلما كنت أكثر بذلا وعطاء وسخاء نلت من الله جل وعلا العطاء العظيم الذي لا تحده حدود. فلذلك يحرص المسلم في هذه العشر المباركة على الصدقات وعلى الإنفاق، سواء الصدقة الواجبة التي هي الزكاة، زكاة الأموال التي أوجبها الله سبحانه وتعالى وجعلها ركن من أركان الإسلام، أو الصدقة المستحبة، الصدقة المستحبة التي يتصدق بها المسلم على الفقير وعلى المحتاج، وأيضا لو كانت أيضا على الأقارب خاصة يا عباد الله. ونحن في هذه الأيام نمر بهذه الظروف الحرجة التي تمر بها بلادنا، والناس في فقر والناس في حاجة شديدة. فلذلك كلما كانت الحاجة أشد كلما كانت الصدقة أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأيام أيام بذل وأيام عطاء، والله سبحانه وتعالى حث على هذه الصدقات، وأن الله جل وعلا يضاعفها. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. الله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. الحسنة ربما تصل والصدقة إلى 700 ضعف أيها الأحبة. وليست الصدقة بالكثرة. بعض الناس يقول لك والله أنا ليس عندي مال كثير، والصدقة دي مقصود بها التجار ورجال الأعمال. لا، من لم ينفق من القليل لم ينفق من الكثير. والصدقة عند الله جل وعلا بمقدارها عند المتصدق لا بقيمتها. سبق درهم 1000 درهم أو 100,000 درهم. رجل كان له درهمين فتصدق بأحدهما وأبقى الآخر. درهمين، هذا تصدق بنصف ماله. ورجل كان له مال كثير فأخذ من عرض ماله هكذا. هذا الدرهم عند الله جل وعلا أعظم وأحب من 100,000. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يتصدق بالصدقة أو بالتمرة فيتقبلها الله جل وعلا بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره، فيجدها عند الله جل وعلا مثل جبل أحد. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا بد أن تجعل لك نصيب وسهم في هذا الباب من أبواب العبادة في هذه الأيام. تصدق ولو بعرضك، كصدقة أبي ضمضمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي عندما تصدق الناس ما وجد ما يتصدق به، فدخل وأغلق عليه بابه وتصدق بعرضه على إخوانه المسلمين، فكتب الله جل وعلا صدقته في الصدقات المقبولة، وباهى الله جل وعلا بها الملائكة، وجاء جبريل من السماء ليخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احرص أن يكون لك سهم يا عبد الله من هذه العبادة العظيمة الجليلة عند الله جل وعلا في هذه العشر المباركات. اللهم بلغنا العشر وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت، وفي القلب أسعدت. اللهم ارزقنا وإياكم البركة في كل شيء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الأحد الصمد أن يرزقنا وإياكم بركته في بيوتنا وصحتنا وحياتنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا وجميع
جميع ما نملك. اللهم آمين. اللهم صل على نبينا محمد.